علينا وعليكم وعلى الجميع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم تجربة جديدة ومبتكرة، سبق أني سويتها بس مو بالطريقة ذي. بخاري دجاج في برميل مندي كهربائي المزين الأصلي، المقاس الوسط. طبعا الوسط ليش أنا دائما أنصح فيه؟ لأنه تقدر تطبخ فيه حبة واحدة أو حبتين، يعني شغل البيت. ولو عندك مناسبة تقدر تطبخ فيه من 8 حبات دجاج كبار إلى 10 ما شاء الله، فتقدر تطبخ فيه ذبيحة هرفي مفصلة، وعندنا مقاطع على اليوتيوب توضح هذا الشيء. على العموم الله يحييكم، تابعونا، وما زال العرض ترى ساري، عرض اليوم الوطني ما زال ساري، باقي له يومين، الحقوا عليه. عرض مميز على البرميل الوسط 2025، طبعا للشحن الداخلي داخل المملكة العربية السعودية وداخل الرياض. طبعا حياكم الله. في السناب الثانية بشرح لكم مكونات طبقنا اليوم. نسمي بالله. طبعا مكوناتنا معروفة، أهم مكون في البخاري الجزر. طبعا تحاول أنك تقطعه تقطيع. طبعا أنا عندي الماكينة هذه ممتازة جدا، استخدمت المقاس هذا، هي حقت بطاطس. طبعا أقص الجزرة تقريبا الحجم هذا علشان أقدر أحطها في المكان ذا، وبالشكل هذا أطلع لك المقاس هذا، أريح من السكين، أفضل طبعا من البشارة اللي هي تبرش أو تبشر. ففي ناس تستخدم المبشرة، راح يصير ناعم مرة، يذوب في الطبخ. هذا أفضل مقاس، وتقدر تخليه عادي مكعبات دوائر كيفك علشان الطعم، لكن هذا أفضل مقاس للبخاري. طبعا مكون الرئيسي أيضا في التتبيلة الكمون المطحون والكمون الحب. طبعا القرفة اختياري، أنا أشوف بيت الشواي يحطون قرفة جميل صراحة، بس لا تحط شيء آخر، لومي، فلفل أسود، مسمار، هيل، ما يصلح أبدا، تتحول إلى كبسة بعدين. على كل الأحوال تقريبا مقدارنا استخدمت معه ملعقتين كبار كمون مطحون وملعقة كبيرة كمون حب. هذه تتبيلة الرز. طبعا أيضا البصل اختياري، ممكن تخليه سلايد شرايح أو تخليه مربعات. طبعا تتبيلة الدجاج أيضا كمون ناعم ملعقة كبيرة، شوي فلفل أسود وكزبرة. كزبرة أيضا اختياري، لكن لا تحط نكهات تغير طعم الدجاج كثير. الفلفل الأسود ما راح يغير لك الطعم، فأنا استخدمت الكركم، عفوا الكمون، واستخدمت الفلفل الأسود، واستخدمت الكزبرة الناشفة أو المطحونة. طبعا ملح، تقريبا كل حبة دجاج يبغى لها نص ملعقة طعام ملح ناعم، وأيضا ملعقة معزز النكهة، هذا لازم أحطها، الماجي الأبيض تعطي تعزيز للنكهة سواء بخاري مندي، وهو اختياري. طبعا ملون البرتقالي عشان يعطيك تحميرة للدجاج، اللي هي هذه ملون برتقالي أو أحمر، ما يصلح الأحمر كثير، بيعطيك لون أحمر، البرتقالي أفضل. طبعا أيضا المكون الرئيسي في البخاري عندك الزبيب الأسود، وحطيت طبعا زبيب الأصفر عشان يعطي ألوان، والفلفل الحار أو حبحر هذا اختياري، أنا أحب الأكل يعطي نكهة الفلفل. الزيت طبعا ضروري في المندي. دجاجنا مغسول 8 حبات دجاج ما شاء الله 900 جرام. ما ننسى الصلصة، صلصة الطماطم مع الكشنة علشان البخاري يطلع أحمر، بتخليه أبيض أو بلون البصل يطلع برياني على قولة المطاعم البخارية. بس كذا جاهزين للشغل. طيب بسم الله، نبدأ الآن نسوي كشنة الرز. بسم الله، بيالتين زيت طعام، نتركها لين يحتمي الزيت، بعدين نضيف البصل. أوريكم بعد. بسم الله، خلاص نتركه شوي تحمر ما شاء الله. خلاص الآن البصل قبل جاهز، نضيف الزبدة، نضيف بهاراتنا، نضيف تقريبا نص
علبة زبدة يعني ملعقتين تقريبا أو ملعقة ونص، ونحمسهن حتى تطلع النكهات والروائح. بعدين نضيف عاد الموية والحبحب، نضيف الجزر شوي، بعد شوي نضيف جزر. في شيء بنحطه في وسط الرز وفي شيء على وجه الرز بس علشان ما تحترق طبعا، ما نكثر حمص. نضيف الآن شوي من جزرنا، هذا بوسط الرز يصير يعطي طعم. شوي بعدين نضيف الموية. سلام لو تشمون الريحة. خلاص حمسة بسيطة بس عشان ما تحترق المكونات. بسم الله. نضيف كاس موية. بسم الله. هذا أنا أسميها، هذه أسميها كاسة موية النكهات. شوف هذا الكاس تخليه يطبخ شوي مع الكشنة علشان يطلع لك كل النكهات، نكهات الجزر، نكهات البهارات الصحيحة، الصلصة. خليها تتجانس تقريبا 3 دقائق 5 دقائق. بعدين تضيف عاد الموية، بعدين تضيف الملح وتوزن كل شيء. هذه لازم تطبخ تقريبا أقل شيء 3 دقائق والأفضل 5 دقائق. كذا تطلع لك كل النكهات، تطلع لك يعني مرقة رز في المخ. واضحة أتوقع الفكرة. نضيف الحبحر يطلع طعم. ليش لا؟ ما دام انه ما هو وقت القلي ما في مشكلة، وقت القلي مشكلة ممكن يتفقع. كذا طلع نكهته، صوت ونكهة. الله 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 الله. طبعا نضيف الآن الملح. تقريبا أنا مقدار رز عندي تقريبا يحتاج له 3 ملاعق رز، عفوا 3 ملاعق ملح. طبعا رزنا مغسول فقط، رز الوليمة ستايل. خلاص أتركه أيضا يتجانس، بعدين أذوقه في المرحلة الأخيرة بعد ما أوزن الموية تماما. طبعا هنا ما في معزز نكهة، مع البخاري ما تحط معزز نكهة، لأن معزز نكهة يعطيك طعم المندي. يا سلام يا ريحة الكمون. بخاري. خلاص ما في وقت، 3 دقائق. بسم الله. طبعا هذا المقدار تقريبا 1.5 كيلو. أنا بحط مقدارين يعني 3 كيلو، تقريبا 6 كيسان كبار رز مزة، اللي هو الكاس هذا يعتبر كبير. طبعا أطفي النار، خلاص ما تطبخ الآن، لازم النار تكون طافية عشان ما تغلي مكونات تطلع لك موية حارة. في المندي يفضل الموية تكون فاترة أو في البخاري. وهذا المقدار الثاني، باقي لنا تقريبا نص. أبوزن تقريبا نص هذا المقدار، يصير عندي الكل كاس رز كاس ربع أو كاس وثلث موية. خلاص هذا تقريبا نص أو ثلث كذا، قصدي نص أو أكثر من النص. كذا يكون مقدارنا جاهز. نوزن الملح، نضيف الرز، ونحط باقي المكونات، الزبيب ورشة كمون على الوجه. احتاجنا نضيف ملعقة ملح، كان الملح خفيف. المهم توزنه زايد شوي مو بكثير، يعني هذا مو زي الكبسة، لأن الدجاج بينزل ملحه على الرز. فهمت الفكرة؟ خلاص الملح مضبوط. الآن نضيف رزنا مغسول فقط. استخدمت رز الوليمة ستايل يعني تجربة في المندي في البخاري كويس، تقدر تستخدمه بكاس الشعلان الراجحي. رز مغسول فقط. خلاص الآن شوي نحرك المقدار، بعدين نضيف الجزر على وجه الرز أيضا، نحرك شوي. بعدين باقي مكون رئيسي الزبيب الوان، وفي الأخير رشة كمون مطحون، هذه تعزز نكهة البخاري. سلام يا سلام. في ناس يحط سكر علشان يعطي حلاوة للجزر، بس أنا ما أفضل. نكمل الآن تبل الدجاج. التتبيلة اللي حطيناها قبل شوي، فلفل أسود شوي، وكزبرة ناشفة ومطحونة شوي معزز النكهة، وطبعا الكمون الأساسي والملح.
بالشكل هذا. بطن الدجاج كيف اللي هو البرتقالي بالشكل هذا. أوريكم كذا يعني آخر شيء. هذه تتبيلة الدجاج، خلصها وأوريكم الشكل النهائي. خلاص الدجاج الآن متبل، أضيف عليه فقط ملون برتقالي وخلاص على البل. بسم الله. خلاص خلصنا تتبيل الدجاج. آخر شيء ودك تاكله هني ما شاء الله. الآن بسم الله ننزل رزنا. طبعا ما حطيت أي شيء طب للتبخير لأن البخاري ما في نكهة المندي. طبعا حطيت صحن الستيل بدون إضافة موية. الشكل هذا يكون تقمير أعلى. فقط في اللحم تضيف موية في صحن الستيل. أنزل السلة، أنزل الأدوار وأوريكم بهذا الشكل. أحط الدور الثاني اللي هو الدور الأسفل. نفس العادة أطلع أطراف الدجاج بالشكل هذا علشان النكهة تكون أفضل ويصير عندي مكان أكثر ومساحة أكبر داخل السلة. تحت إذا دجاجك أفضل 4 تحت، ما نحط فوق بعض أفضل عشان نترك مسافات. تحط فوق الدجاج يعني شوف هنا الحين ما حطينا دجاج كذا يصير الحرارة متوزعة على جميع الدجاج. خلاص كذا جاهزين للكتف. لا مانع انك اذا شفت اللي فوق اقل لون عن اللي تحت تضيف شوي بيدك من بودرة البرتقالي، اللون البرتقالي كذا يصير اللون افضل. لا تخلي اللون فاتح علشان خلاص. الآن نختم مثل العادة. أنا أستخدم قطعة تصبير علشان أحافظ على القماش وعلى الغطاء ما يجيب بخار وحرارة ويعيش عندك القماش أكثر ولا يتقطع بالشكل هذا. طبعا قماشنا مغرق بالموية أكيد يعني. خلاص نختم حسب الرغبة. في ناس ما يحب يستخدم القصدير في الطعام كيفك، بس أنت كذا تحافظ على القماش ما يتقطع عندك وتحافظ على الغطاء ما يجي سواد الطبخ وبخار الطبخ. خلاص كذا كتبنا. الآن نشغل. طبعا كان على وقت التسخين خلاص الحرارة 180 والوقت 80 يعني ساعة وثلث. أنا بخلي ساعة وثلث وبترك 20 دقيقة مكتوم. الحرارة كم؟ 180. خلاص الآن نشغل. أفضل شيء وأأمن شيء أنك بعدين تشغل. خلاص كذا جاهزين. الأول فيه شغال يعني اللي هو يعني على وضع الأون اللي هو مفتوح ما في مشكلة. بس أهم شيء لا تشتغل ولا تشغل ولا تزين أي شيء حتى تطبق كل شيء. بعدها تشغل فيشك وبعدين توزن الوقت ساعة وثلث إن شاء الله ويطفى البرميل أوتوماتيك. بعدين أخليه 20 دقيقة مكتوم. كمل استوى وتقمير إن شاء الله. خلاص الوقت تقريبا باقي أقل من 20 دقيقة. هذا البخار بدأ يطلع وهذا طبيعي لأن البرميل ما في أي منفذ، لا في بلف ولا في أي منفذ آخر. يطلع مع أطراف الغطاء يزيد وينقص حسب كمية الأكل والدهن اللي عندك. وهذا سر الاستوى والطبخ والشغل. الطبخ اللي ما له ريحة هذا ما هو طبخ. الطبخ اللي ما له بخار ولا ريحة في البيت. خلاص طق الجراس نتركه 20 دقيقة. كمل استوى وتقمير. لا تفتح أبدا مباشرة. أقل شيء اتركه 5 دقائق. ما شاء الله تبارك الله. خلاص انتهت 20 دقيقة. نسلم بالله نشوف البخاري اليوم. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. لا نكهة وريح. استمتع ما شاء الله. يلا تأخرنا شوي. شيء يستاهل. شوف الألوان بس ما شاء الله. شيء ما شاء الله. بسم الله.
الزين وش هالزين. بسم الله. نشيل طبعا كامل على يلا. بعدين الباقي الله يحفظ لكم بالله. يلا بالغرف. هذا بخارينا. بدي اختصر شوي. طبعا لا مانع من اضافة البصل. بخاري في شيء اخر بقى. بسم الله ما شاء الله. وهذا الصحن اللي بنحط فيه كل الكشة. في ناس ما يحب الكشة. الصحن الأول بس. الصحن الأول. هيا شوف الجمال. أحمد ما شاء الله ما شاء الله.